احنا النهارده جايين نجرب ايه؟ جايين نجرب الباديه شويه. كبده ايه دي؟ دي كبده المعدن اللي شفناها بره والدنيا بتاع الذبايح. عندنا بقى القعده بقى العربي. بصراحه الراجل يعني مدي كل حاجه حقها يعني. والله الاكل عجبنا هندفع، ما عجبناش هنخلع. يا اخويا جعان بقالك ساعتين بتلف في امي، عايز اكل. عايز تاكل؟ بص ارسم في خيالك كده وانا هحققه لك دلوقتي. يا باشا انا نفسي اكل حمام، نفسي اكل فراخ، نفسي اكل بروتين. تعبت الجيم هيموتني، حرام عليك. ايه فراخ ويا حمام ده؟ ما انت انا تاكل ايه؟ هاكلك مندي على اصول. اديني يا معلم في المندي. هاكلك لغوصه. انا هو ده اللي انا عايزه. انت بص مطلع عيني من الصبح. في مطعم بتاع واحد لسه فاتح جديد حالا، بتوع جماعه كده بقى من هم بقى يعني بيعملوا الاكل ده على اصوله. حصل. طيب. فين بقى المكان ده؟ فين يا معلم؟ المكان ده في الصليبه. لا ده انا ننزل دلوقتي. يعني جنب كرداسه وجنب اكتوبر وجنب كل المناطق اللي حوالينا. حلو ده. فيعني بالعربيه بتاعتك كده 5 دقايق، وبالمره بقى عايز افهمك على حاجه. تعال اوريك جوه احسن ونشوف الدنيا. يلا بينا. يا عم المكان ايه ده؟ تمام؟ هو ده المكان يا معلم؟ المكان جاهز اهو، مش بعيد. والنهارده بقى عاملين افتتاح كده علشان خاطر ايه، كانوا بيوضبوا في المكان وكده. يلا بقى بينا نشوف الاكل ونشوف المقابله بقى الجميله. شعيب عرب. شعيب ده عربويه دول. اكل بدوي بقى السلام من قلبك عليكم. يحبه. كيف الحال؟ يا هلا يا مرحبا. فين الشاي؟ مرحبا. خير والله. خير والله. هو بقى ده يا عم. يلا بينا. بص شايف الاستقبال؟ يلا. استقبال ملوكي. انا جعان. يلا. مش دعوه بالاستقبال. النهارده بقى جاي لك من كرداسه عشان عايزين ناكل اكل بدوي. بصوا يا جماعه الاكل هنا عرب، فاحنا المفروض بناكل في مندي، في اصول المندي هناكله بما يرضي الله. لقينا الاكل 100 100 والله هنقول لكم. لقينا اي كلام احنا ما بنطبلش، بس من شكل المكان من بره، ديكور المكان وشكل المكان. تعالى كده قرب. انا بقى نفسي اخد طبق من دول دلوقتي. جعان يا كابتن. انا لسه كنت هاخدهم على النظافه برضه، ما النظافه دي حاجه بص ما شاء يعني. الله ما شاء الله. هنا بقى بيعجبك الحاجه، فاهمني؟ وانت بتختار. يا عم اصبر انت جعان، احنا لازم نشوف الحاجه اللي احنا هناكلها عامله ازاي. ماشي يا كابتن. لازم كل حاجه نشوفها طب انا ندرسها. عندي سؤال، الاسعار هنا زي كرداسه؟ انا بقى لسه ما اعرفش الاسعار. والله الاكل عجبنا هندفع، ما عجبناش هنخلع. هو اهم حاجه المطبخ الاسعار. فاضي. شكلنا هنغسل. لا طب الاسعار يعني ما طمنا يعني. اسعار جميله والله، يعني احنا زي الناس واقل منك. خلاص يا جماعه الاسعار كده في متناول احنا اليد. بنحاول بس نخلي الاكل لحوم بلدي كلها، ان شاء الله. شغل فريش، اهم حاجه زيوت نظيفه، بهارات نظيفه، ناكل حاجه نظيفه. هتصور لهم شكل الاكل وهو نازل. نتصور بقى كل كمل حاجة. الفيديو عشان هتتفرج مع كلاسيك فوكس الاكل عامل ازاي. لا عشان علي اقسم بالله هيفضحني في المكان. لا شوف المطابخ الاول وشوف مكاننا جوه عامل ازاي. طب يلا بينا ورينا يلا يا عم، بينا. واثق من نفسك قوي. تعال. بسم الله ما شاء الله. تعالى. بسم الله ما شاء الله. الراجل بان عليه واثق من نفسه فعلا زي ما انت شايف. نظافه، حلاوه، بصراحه مكان نضيف جدا. تعالى خش. طلبات يا باشا، بص عامل ما شاء الله عليه. على المطبخ ده انت جهزته ازاي؟ المطبخ ده السخن بس، مكرونات، رز، شوربه، خضار. في اريا كمان للغسيل، اريا كمان تجهيزات الشوايه، اريا كمان مخزن، ودي اريا الشوايه والتسليق. كل حاجه منفصله عن بعضها. بصراحه الراجل يعني مدي كل حاجه حقها، يعني ما بيعملش حاجه علشان يلم وخلاص. لا هو الراجل بان عليه كده بيحب الاكل وبيعمل حاجه يعني بيحبها. ايه ده يا باشا؟ عايزين نلحق نعمل الاكل الفوكس، السجق بتاعه، المكرونه بتاعته جاهزه، ديك البلدي. انا اهم حاجه بقى عندي بقى السجق ده، انت شاريه جاهز ولا ايه الدنيا؟ شغلنا احسن، احنا اللي بنعمله. هو فعلا شكله مختلف كده. مش هتاكله بره. هو بلدي ولا ضاني ولا بلدي على موش ضاني. تنظيف الكباب ده؟ بتاعنا. كبده ايه دي؟ دي كبده المعدن اللي شفناها بره والدنيا بتاع الذبايح. كل شغل فريش. تعالى كل. ده الرز الاحمر العرباوي، ينزل مع ديك بلدي، ينزل مع لحمه ضاني وماعز. دي فرن المندي بتاعتنا، دي بقى الفران المندي ازاي؟ جايه من السعوديه مخصوص. ما شاء الله. الله على الريح. الله على الريح. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي ندوق الطعم ونشوف الدنيا فيها ايه. ده ايه بقى؟ احكي لنا بقى كده. ده مثلا بيبقى ماعز ولا دي ماعز. اه الماعز بيبقى افضل شويه من الضاني.
تبقى لحمه انعم، شرايح صغيره 9 10 كيلو 11 كيلو، والتتبيله بتاعتها. انا شامم ريحه من هنا بصراحه. وبعد ما ندوق نقول طعم اخباره ايه، عشان الطعم ده مش هينفع ابعته في الفيديو. ده بقى ركن الطواجن يا باشا. دي الطواجن بسم الله بتاعتنا. ما شاء الله. ايه الطواجن بقى دي؟ احكي لي كده. طواجن تورلي، بطاطس على بسله على جزر، معموله بمرقه ولحمه. ايه اللي تحت ده يا باشا؟ شاف فيه هوبر تحت. ده في لحمه النهارده الضيافه، الله. النهارده عشان الافتتاح. دي لحمة عاملين إيه؟ حاجة كده دي حاجه للضيوف. حبايبنا. دي حاجه كده ايه للضيوف، مالناش دعوه بيها يعني. ماشي. دي فراخ تكه، دي فراخ بقى اللي هي ايه؟ تكه فراخ سليمه. ده الطرب، ده الطرب. ده السجق قدامنا اللي احنا هنعمله طاسه. ده مشوي، في طريقتين. ده سمان، سمان كمان عندكم سمان؟ عندنا سمان. ودي الكفته برضو بتاعتنا، فرنتنا احنا. بسم الله ما شاء الله. بلدي بالصلاه على النبي. بلدي بلدي. دي بقى الفراخ البلدي اللي بتقول عليها؟ هي دي. دي بتتعمل ازاي بقى؟ يا اما بتتحمر، تطلع على رز احمر، بتطلع على رز بسمتي، بتطلع على مكرونه. زي ما بطلب يعني، زي ما احنا على عارفين. حسب ما بحب مثلا يعني. مش بس شرط تديني وقت عشان ما بعملش حاجه وبركنها، تديني وقت نص ساعه ساعه الا ربع. الو انا جاي بجهز لك الحاجه. سلطه خضراء، ايوه بتنجان، تمام. كروسلو، مرسلو كمان. هريسه عربي احنا بنعملها هنا. يعني طبعاً ايه كله يعني؟ بيتعمل هنا بس. يعني ايه الهريسه دي ما بتتعملش في اي حته يعني، ولا قليل اللي بتلاقيها فيها؟ كذا حد بيعملها، كل واحد له طريقه. بالظبط كده. ده البنجر بتاعنا، ان شاء الله. ده البابا، طحينه طبعا المخلل. طب انا بقى عايز اقول لك على حاجه، يعني الحاجه دي بقى اللي هيجي هيلاقيها، ولا انتوا بتعملوا الحاجات دي يوم الافتتاح بس؟ اللي ما يجيلكش، اللي يجي يلاقي حاجه يسال عليها وما يلاقيهاش بنفس الشكل ونفس الحاجه بتاعتنا، ما يدفعش ثمن الفاتوره ويمشي. ده بقى المكان من فوق. طبعا انا مش هعرف اجيبه كله عشان بس في ناس قاعده. طبعا المكان مكيف، حاجه نظيفه، شغل مرتب. جينا بقى على القعده بقى العربي اللذيذه اللي تقعد كده ما تبقاش حابب ان انت تقوم. الاكل وصل يا عم علي. يلا بينا يا جاهز؟ باشا. جاهز يا كابتن. جاهزين؟ هيا يلا بينا. يا شيف. بسم الله. بسم الله. ده بقى الاكل البدوي الاصيل ما الله شاء أكبر. الله. المكبكه. فين كاسيا؟ نم نم. اوه، دي بقى الفراخ البلدي. عاش. الفراخ دي بتتعمل يعني يعتبر كده، قالوا عايز كده. بالطلب يعني. بالطلب طبعا. ده ماشي. بقى الشغل المشوي. واو. بسم الله ما شاء الله. هيدا بسم الله. انت قلت لي انت كنت عايز تاكل ايه؟ والله كنت عايز اكل فراخ وحمام بس الموضوع وسع كده. الموضوع. الشغل بقى الضاني يا باشا على اصوله. كفته الضاني. ما شاء الله. يعني يا علي. هات لي انا دي. اديني في البروتين. بص بقى، ده اسمه ايه بقى الطلب ده؟ ايه؟ ده بقى المندي بقى. المندي حتى بص شكله هنا مختلف ازاي. ده المدفون يا معلم. تحفه. لا إن شاء الله. غير المدفون بقى ده. والله؟ ده بطريقه كده بقى، طريقه بيتعمل اكنك إزاي؟ بتاكل اكل سعودي بالظبط. بسم الله ما شاء الله كده الاكل يعني الاكل ده عايزه 10 يا مان. شكله يفتح النفس من غير اي حاجه. دي بقى الكبده الايه؟ كبده الضاني يا غالي. دي الكبده الضاني. ده السجق الطاسه بقى اهو يا باشا، بيتعمل بالطريقه دي كده. كله اكل بدوي ده. ما شاء الله ما شاء الله. ده بقى طبق الباميه باللحمه الضاني. يا مان هو فرحك النهارده ولا ايه؟ اهلك دي لازم نعمل شهر عسل. البطاطس ده ايه؟ ده طاجن باللحمه برضه. ده طاجن باللحمه بقى ايه؟ بسله بقى خضار بقى ده. خد ده يا علي. هات يا معلم. انت هات. بتحب الخضار. هات هنا. اديني في الشرب. دي شوربه خضار شوربه خضار باللحمه الضاني. باللحمه الضاني. بسم الله ما شاء الله يا علي. ما شاء الله. مش كنت عملت كاتب كتابي هنا؟ كنا عزمنا. كنا عملنا العقيقه. ما شاء الله. كنسل العقيق اعزم بقى بايبه. عشان الاكل ده فعلا ما يحلاش غير بالعيش البلدي بتاعنا. انت هتقدر تاكل عيش يا مان؟ هو غلطان بصراحه اللي ياكل في الوقت ده عيش. بالظبط. تمام. لا احنا دلوقتي بقى لازم نجرب الاكل بطريقه كويسه. احنا النهارده جايين نجرب ايه؟ جايين نجرب الباديه شعيب. هنشوف. لكل عشاق بقى المبكبكه باللحمه الضاني
انا شامم ريحه سمنه بلدي من بتاعه ست بستة. لا ده انا لازم اجرب. بص بقى هي بتتاكل كده بقى، اللحمه دايبه قوي قوي قوي، تمام، تروح عامل بقى كده. طعم ايه؟ بدون غش. اللحمه دايبه دوب، ما شاء الله. التتبيله بتاعتها بقى ايه، بدويه اصيله. الله. جرب بقى انت يا عم. دلوقتي يا فوكس هنجرب المندي. ما شاء الله تبارك الله. اللحمه يا جماعه بصوا دايبه دايبه يعني. بسم الله. ده ضان يعني. والله العظيم جميل بجد، والله جميل تحفه ما شاء الله انت تبارك راجل الله. بتاع حيوانات وكده، مالكش في الكلام ده، فاكيد لا يعني لا انت مش لا لا، انت هتحور. عارف انا بحب الاكل، انا اكيد. بقول لك ايه يا علي، قول يا معلم. انا عيني منها. فرخه بلدي. ماشي امسك ندوق كده. الفرخه البلدي كده بسم الله. خلي بالك الفراخ البلدي دي مش اي حد فاهم بتلاقيه عاملها، لان في ناس كده بتبقى مميزه بيها. تحفه والله. وباينه على فكره الفراخ البلدي بيبقى عظمها ناشف قوي ولحمها تحفه. كل ده فوكس هتلاقيه فين؟ في بادية شعيب. ما شاء الله تبارك الله. الاكل هنا تحفه والمكان جميل والخدمه اجمل واجمل والمكان نظيف وراقي بجد وتحفه والمكان كله مكيف واسعار بقى ده اللي احلى واحلى، اقل من اسعار السوق واكل نظيف جدا بجد. اتمنى الناس تيجي تاكل هنا. ده بقى الايه، الشيش الاحمر، وده الشيش الابيض كده معمول بالزبادي للناس اللي هي بتحب التوابل الخفيفه والكلام من ده. دي بقى الفراخ مسحب لكل عشاق السمان بقى. واو. السمان هنا عشقه. بقى يا علي. بعشق السمان. بص ده السمان اللي احسن من كرداسه يا جدع. جوعتني يا ابو. شايل لك واحده ما تخافش. ايدك لو جت عليها قطعها لك. ينفع اجرب السجق عشان كمل يا باشا اللي انت عايزه. تعالى بقى نجرب السجق. ما شاء الله تبارك. بص بقى شكله عامل ازاي، اصلا شكله يفتح النفس. لا تحفه تحفه. ايه رايك؟ امانه. تحس كده ان انت بتاكل لحمه، مش زي السجق اللي احنا مخدوم. مخدوم مخدوم مخدوم، لان هم اللي عاملينه. الكبده فلفل وتوم فقط، يعني هي اصلا مني هم اللي الحاجه مثلا اللي هم بيذبحوها طبعا الكبده بتاعتهم هم بيخصصوها للمكان بتاعهم. طازه. يعني الحاجه اللي بيذبحوها هي اللي بينزلوها للناس كلها. ما شاء الله. ما دوتش الطاجن يا معلم. انت اللي عليا، الدنيا صعبه يا علي، الدنيا صعبه. ده الكباب. يا سلام يا سلام. تحفه. ها؟ ايه انت عارف اي حد يجي الفيديو ده بيبقى عايز ياكل والله العظيم. بص 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 بص. واو تحفه. ده الطرب، ده الطرب. شايف الطربايه اصلا ملفوفه على لفه عامله ازاي؟ لا جميله. فاهم؟ لا فاهم؟ صناعيه فاهم؟ صناعيه. ده السجق المشوي، الريش. ما دوتش شمام الطاجن. طيب سيبك بقى من ده، انت كده شبعت. لا انت خش على الطاجن. هتقول لا. خش. لا انت الطاجن. عايز تقول انت كده اكلت هتقول الاكل الريش. كله. ده الريش بقى. هات حته. الشوربه. طبعا انا سبت الشوربه لان بصراحه في حاجات كتير غرتني، اهم. فما فكرتش ان انا اصلا اجرب الشوربه، فلازم نجرب كل حاجه. مش قلت لي فيها لحمه، عمال ادور على اللحمه مش لاقي. الصوص دي شوربه بتاع لحمه يا مان. دي شوربه لحمه. ده بقى الصوص بتاع اللحمه. اصلا انا بقى بحب اللحمه قوي. دي الطاجن. الطاجن ده معمول انت بالخضار عارف وايه؟ انت الطاجن ده داخل دماغك يا عم. حلو. ده فيه- تجربه انت. ماشي. تعالى بقى ندوق الطاجن التورلي. خضار مشكل مع لحمه ضاني. قلب كده قلب كده، ورينا فيه ايه. في لحمه اهو. تمام. والخضار طبعا امسك ايه؟ كده اللحمه كده ووريها لنا كده. انا عايز ادوق الخضار الاول بس ثواني. عايز اشوف الخلطه بتاعتهم عامله ازاي. بيفكرني بالخضار اهم بتاعهم. حاجه اللحمه يا علي. ماشي والخضار برضه يا مان. بسم الله.
لا اللحمه امسك لنا اللحمة كده، اللحمة أيوة. بص ايه، لا اللحمه تحفه بصراحه. احنا جربنا طاجن الخضار، هناكل بقى طاجن الباميه. نشوف الباميه ايه بقى. معمول بلحمه ايه دي؟ ضاني برضو ما شاء الله. انا احب اكل الايه، ادوق لحمه ضاني ما شاء الله. لا تحفه. اقسم بالله احنا لو قعدنا نجرب هنشبع. ونقول فاهم، اقسم بالله الاكل هنا يا جدعان والله ده ما اعلان، بس الاكل هنا عندهم تحفه التحف. سيبني بجد بقى اكل والله. الكبده بقى. والله بجد ما عارفين ناكل، بس احنا حبينا نوريكم الاكل ما شاء الله. عشان عجبنا بس مش اكتر. اقسم بالله حاجه هنا مصروف عليها حب مش فلوس، حب. الناس دي عايزه تنجح يا مان، وهينجحوا والله نجاح ما شاء الله. باذن الله. طب المكان هنا فين بقى اللي حابب يجي؟ عايز تاكل كفته ضاني بطريقه الباديه؟ تعالى عند الباديه شعيب على طريق الصليب يا جماعه، المنصوريه. المكان ما يتوهش، وكده كده هتلاقي اللينك في اول تعليق. خش هتشوف المنيو والاسعار بجد تحفه، والاكل هنا اجمل. بقى هسيبكم بقى عشان بجد انا هموت من الجوع. اكلنا يا باشا، نشرب بقى الزردة بتاعتهم. الغزالين. اهم حاجه بقى في القعده البدويه هي شاي. كوبايه الشاي الزردة. ارفع ايدك فوق ارفع يا نجم. ايدك. الزردة بتاعنا كده. الزردة اتدلقت في قلبك. ما تدورنا عايز الكوبايه الخضراء أخضر؟ بتاعتهم عينيا هي يا بقى باشا. ولا كوبايه كرداسه؟ عيب عشان برضو ايه، عليك. بص يا باشا، استنى بس اقلبه الاول. قلب. ايوه لا انا صنايعي. أيوة خلي والنبي. بالك انا صنايعي. واحد اول مره يشوف الشاي الاخضر بيقول لك ايه، الكوبايه دي متوسخه. عسل. شوف بس هو ممرر حبتين. ما هو الشاي الاخضر معروف عنه ان هو بيبقى ممرر ايوه بيخش يهضم. بصراحه. حلو والله، يوم جميل ويوم تحفه. واللي كبرى الكومه دقولي لي محرومه. انها دواء خله ولا شكرا.